السلام عليكم في قناتكم عالم فاطمه التصيلي. اليوم راني جيت وجبت لكم معايا هاد الوصفه اللي راح نديروها اليوم مع بعضنا. وصفه صحيه 100%. راح نديرو مع بعضنا اليوم شوربه العدس الاحمر. العدس الاحمر كامل نعرفوه. راح نديرو العدس الاحمر بالخضره. عندي هنايا كابويا وبصل، حبه طماطم وحبه زروديه صغيره على خاطر ما يحتاجش ياسر الزروديه. عندي شويه تاع كورجيت وعندي مكعبات نتاع كما يقولوا درت هنا مرق الخروف. انا هذه الكورجيت كنت يعني درت دون الماء قبل وقعدوا لي هادو، قلت ما نفسدهمش ما نرميوهمش، نديروهم مع العدس هذا. وصدقوني راح يجي واحد يعني شوربه عدس بامتياز وصحيه 100%. بسم الله. اول حاجه انا الشوربه تاعي اليوم باغيه نديرها في البرمه تاع الطيب. هنا كنت نقيت العدس تاعي غسلته يعني من هذيك الغبره الغسله الاولى والثانيه. واش راح ندير له؟ راح ندير كلش لاني من بعد راح نميكسيه، راح نديرو كلش يعني عادي حتى كان درناه بشكل خشين. راح من بعد نرحوهم، نديرو طماطم نقطعو هكا كبير، هذيك الكورجيت تاني كيف نديروها، زروديه تاني كيف والكابويا نقطعوها صغيره هكا. يعني والله صدقوني الشوربه هذه صحيه 100% ومليحه وتجي خفيفه. وكاين اللي ما يبغيش العدس الاحمر ما مش راح يفيقوا باللي فيها العدس الاحمر، ولا راح يفيقوا اللي ما يبغوش ياكلوا الكورجيت وياكلوا. عفوا نسيت نقول لكم تاني على الثوم، درت زوج سنات تاع ثوم، لوحد المكعبات تاع جامبو. واش راح نديرو تاني؟ راح ندير انايا مغرف تاع سمن. يعني صراحه للامانه انا راح ندير سمن مدينه، راح يعطي مذاق رائع ومنتوج بلادي. نديرو مغرف تاع سمن، نديرو مغرف لبس بها تاع سمن. انا هنايا عندي عندي هاد لي زيبيس نتاع الدجاج مشوي، كنت شريتهم قبل. راح نديرهم هنايا من البدايه تاني، هما راح يعطوا مذاق رائع. راح ندير كميه لبس بها نتاع لي زيبيس خاصه بالدجاج المشوي، هي بعد يجي فيها شغل القوت تاع الدجاج مشوي. هذه راح تعطي مذاق رائع. راح نديرو الملح ما نكثروش ياسر، نديرو غير حاجه قليله لانه درنا المكعبات. وراح بسم الله نمرق مباشره. هنا كلش راح نديروه بارد في بارد، اكدوا لي على الطريقه هذه. راح نديرو كلش بارد في بارد. راح نحطو على نار قليله، ما نقولهاش النار هاد البرمه باش ما تطرطقلناش. راح نحطو على نار قليله ومن بعدين نعاودو نشوفوه في المرحله الثانيه اللي باش نميكسيو فيها هاد الاخرى كي طيب لنا هاد الخضره والعدس يطيب لنا مليح، نميكسيوه نرحوه ونشوفوه في طبق التقديم. وهنايا بعد ما طابت لنا هذيك الخضره وهذاك العدس، راح نجيبو البراميكسور ونرحوها به، والله حتى بروبو والله المهم اللي عندكم اللي متوفر عندكم ليسونسيال نرحوها. وفي المرحله هذه بعد ما رحيناها ميكسيناها في البرا، شوفوا كيفاش تجينا. اللي تحب تخليها تزيد تخترها عفوا تعاود ترجعها نحطوها فوق النار، واللي تحب تخليها كما يقولوا ميهه
تعاود تخليها عادي. هنايا القوام كل وحده وكيفاش تحب هاد الشوربه، كيفاش تقدمها، كيفاش تاكلها. دوكا راح نشوفوها ان شاء الله في صحن التقديم. وهنايا في الاخير صدقوني تشوفوا البنه نتاع هاد الشوربه، صراحه بنه هبال نتاع الهبال. هنا راح نحطوها، شوف واحد القوام وواحد الريحه. لو كان نلقى كيفاش نوصل لكم ديك البنه. انا ما حبيتش ندير فيها الحار صراحه، حبيتها تقعد كيما راها، ما نديرش الحار. اللي يحب يدير الحار يدير الحار. هنا بركه عندي شويه تاع زعيطره نديرها، صدقوني راح تعطيها مذاق رائع. راح ندير تاني هنا البقيه، نخلطوه. شهيتكم في الجنه والله، صدقوني يا البنات، يعني صراحه بالمذاق هذا، يعني لي زانغريديون هادو، المكونات هادو، وشويه تاع الزعتر، زعتره تجيكم يا سلام. بسم الله. واحد البنه. واش راح نقول لكم؟ نتمنى تجربوها وترجعوا لي في التعليقات، والى الملتقى. سلام.